الناس اللي عندها شيف في شعرها، اللي عندهم غمقان في الجسم، واللي عندهم حبوب في الجسم، واللي مش عارفين يعملوا روتين، عايزين روتين رخيص، كل ده هنرد عليه النهارده، وهقول لكم كل حاجه وتشتروا ايه بالظبط وايه ما تشتروش، على كل الاسئله. شرفتوني ونورتوني معاكم ياسمين. لو انت اول مره تشوفيني اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، وكمان تابعيني على انستجرام فوق اهو. هو ده بتاع تقيله قوي. ويلا بينا نبتدي. اول سؤال، في بنوته بعتت لي قالت لي انا ظهري غرقان حبوب واستعملت كل حاجه ومفيش فايده. اكيد انت ما استعملتيش الحاجه وما عندكيش صبر شويه. الحبوب طبيعي عشان بتاخد وقت في الجسم. الجسم غير البشره، الجلد بتاعنا مختلف، جلد وشك غير جلد جسمك، فبياخد عنايه اكتر شويه وبياخد اهتمام اكتر شويه. اول حاجه عشان تقضي على حبوب الظهر النهائي هتجيبي حاجتين ومن الصيدليه، عشان ما تقوليش حاجات غاليه، لا من الصيدليه. فالشامبو الرجالي ده اللي بيشيل القشره من الشعر، ده للشعر والوش وللجسم، وعلى فكره مكتوب عليه، عشان انا مش بحور، لا مكتوب عليه بينظف جدا جدا. لو انت عندك التهابات حتى في جسمك او عندك حبوب في جسمك مثلا، غير المناطق عندك مثلا فطريات جامده جدا بالذات للبنات اللي عندهم في منطقه الارداف او التوتا، يعني المنطقه دي بيبقى غرقانه حبوب، والناس مهما عملت الحبوب بتطلع بسبب الصيف، الحر، ايا كان وزنهم، اكلهم، كل واحده بقى وحسب العادات بتاعتها او جسمها بيعبر ازاي عن الحبوب دي. ده تستعمليه بالظبط 3 ايام ورا بعض، كل يوم تستحمي كده وتعملي جسمك، تحطي بس الرغوه على ايدك، مفيش ليفه مفيش حاجه، لان الليفه نقل للبكتيريا. تحطي على جسمك تعملي كده وتحطي في المناطق المصابه، تشيل بقى، بينشف كل الدهون الزياده دي، وتجيبي ادبالين من الصيدليه على المنطقه دي لمده 3 ايام. هي عندها 42 سنه او 41 سنه مش فاكره، بس السؤال انا بس هحطه، عايزه روتين رخيص لان المنتجات بالنسبه لها غاليه جدا. ميرسي لكلامك الحلو وميرسي جدا لذوقك، لانها بتقول بحب فيديوهاتي، فشكرا شكرا شكرا، يا رب بس تكونوا تستفادوا. اول حاجه، انا على طول كنت برشح المنتجات الكوريه لان منتجات ذا اوردينري مضروبه، والموقع اللي انا بشتري منه ياس جلو طبعا، ففرصه حلوه قوي تشتروا منه عشان بيجيب هدايا تحفه. جابوا منتجات اخيرا بتاعه ذا اوردينري. بصي بقى، اول حاجه كده انت عايزه روتين رخيص، هقول لك 3 حاجات بالظبط، يعني 3 حاجات انت مش تستغني عنهم خالص. اول حاجه فيتامين سي، الحمد لله الحمد لله رجع تاني الناس اللي بتحب فيتامين سي. ده فيتامين سي بيور امريكي رخيص بنفس سعر المصري. رو سكين، ده فيتامين سي بيور، فيتامين سي بيور ورقم 1 في امريكا، واتكلمت عليه كتير قوي قوي. دي تاني عبوه افتحها، تمام قربت اهي، يعني لسه تاني عبوه، انا كنت جايبه 3 عليه قبل كده، واكيد انت شفتي فيديوهاتي وانا بتكلم عليه. ده رقم 1 في امريكا، سعره نفس سعر المصري، سعره 710، حلو قوي. تاني حاجه بالليل بقى، الريتينول، عايزه ريتينول رخيص بنفس سعر المصري، عندك ذا اوردينري، انا تجيبيه بالصفحه دي، انا ما اعرفش حته تانية، ما اعرفش صيدليه، لان المنتجات بتبقى فيها مضروبه. انا رحت صيدليه كبيره في مول مصر واشتريته مضروب، انا ما اعرفش غير المكان ده، وكمان طلبت منتجات كلها بتاعت ذا اوردينري قريب. انا فرحانه قوي لان بجد بحب منتجاتهم، وبالذات المقشر بتاع الازاليك اسيد، الحمد لله الحمد لله انا كنت طالبه ده بالذات، فالحمد لله موجود، فطلبته وان شاء الله هيجيلي. فعندك الريتينول 1%، وفيتامين سي الصبح ده سعره 710، والريتينول سعره تقريبا 800 او 850، انا مش فاكره، نفس سعر المصري. دلوقتي كل انواع الريتينول اللي موجوده في الصيدليه سعرها 850. عايزه حاجه اقل في حدود ال 300 او 350، وبرده حاجه مستورده وكويسه والماني، فعندك نانو تريد، ده حلو قوي قوي قوي، هيجيب لك نتيجه بسرعه جدا، شد الوش وامتلاء البشره. بس انا بقول لك دلوقتي حاجتين حلوين قوي وتمشي عليهم فتره، يعني اقل حاجه ده تمشي عليه شهرين 3 وتغيري. الريتينول او الريتينال ما ينفعش نقطع ونجيب حاجه ثانيه، وما ينفعش نقطع ونجيب حاجه ثانيه، هتجيبي حاجه واحده لازم تمشي عليها اقل حاجه 3 شهور تلاقي منها نتيجه كويسه، شد البشره وكمان الخطوط والتجاعيد تروح، يعني بلاش كل شويه تقطيع، تمشي على حاجه تمشي على حاجه، هي دي بالظبط. طيب ايه الكريم المرطب اللي نستعمله؟ الكريم المرطب في الوقت اللي احنا فيه ده، عشان الريتينول بينشف البشره شويه، انت هتجيبي نوع كريم مرطب واحد سعره 900 جنيه، حلو قوي بقى، في البيبتايد وفي الكولاجين وفي الهيرونيك اسيد وفي كل اللي انا عايزاه موجود في الكريم ده. نمنع تكسير الكولاجين، انا جبته على فكره وخلصته، يعني انا اتسرق من عندي العلبه فاضيه من كتر ما انا بحبه. مايسون هو ده، انا اتكلمت عليه كتير، لو انت برضو متابعه فيديوهاتي هتشوفيه وانا بتكلم عليه طول الوقت. الكريم ده فيه بيبتايد وفيه كولاجين، يعني فيه النوعين اللي مش هتقدري تجيبهم، اعملي ده الثلاثه دول على كل وش. وناس كتير قوي استعملت منتجات مصريه وما جابتش نتيجه، اشتروا نفس بقى سعر المصري منتجات مستورده، ودي منتجات مستورده، الصفحه دي اللي بشتري منها. واحلى حاجه كمان بتاخدي هديه مع الاوردر، يعني ممكن منتج رابع يجيلك تستعمليه وتبقي مطمنه، وكمان الشحن مجاني، فرصه حلوه جدا 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 فوق ما انتم متخيلين والله العظيم. تاني حاجه، الغمقان اللي حوالين الشفايف، عشان ناس كتير قوي موضوع الغمقان الشفايف والغمقان اللي حوالين الشفايف. شوفي العادات بتاعتك اليوميه ايه اللي بيعمل الغمقان، في معجون سنان، في اكل وشرب، في عدم
غسيل بشره كويس. انت بتظهري للشمس فبشرتك بتبقع، وبالذات في المنطقه دي كل شويه الناس بتمسح كده تمسح كده، كل شويه اي عرق حوالين دي تمسحي بايدك وتسلخي جلدك في الشارع بالمناديل وانت مش حاسه. من كتر المناديل وكتر الاحتكاك المنطقه دي بتبقى غامقه. انت لاحظي نفسك، شوفي العاده اللي بتعمليها. طب انت الغمقان طلع لك بقاله 3 شهور، 3 شهور مش بقاله سنين، 3 شهور. هنستعمل كوليكوليك اسيد ده لمده 3 ايام، 3 ايام بالظبط، مع كريم من الصيدليه اسمه بايوديرما. ده كريم طبي من المقام الاول. هتستعملي ده 3 ايام دي، تحطي فوقيه الكريم المرطب. الكريم المرطب تقريبا سعره 650. ده كريم ممتاز، بتاعتك هتختفي. طب البقعه بقالها سنين، لازم كريم تفتيح، كريم تفتيح كويس وهنمشي عليه فتره. انا طلبت اوردر للشعر، انا جالي ده هديه. انا مش مصدقه ان ده كان نفسي فيه بصراحه، فجالي ده هديه لان طلبت العرض بتاع رغبوري والماسك بتاع المرمم للشعر بتاع كارسيل، طلبته وجالي، وجالي ده هديه. جالي كده، انا والله العظيم افتكرتها الاول حاجه غريبه يعني. جالي كده في قعر البوك، انا مش عارفه ده ايه، فتحته كده لقيت البونيه الحراري. فالناس اللي هتطلب العرض ده هيجي لها هديه البونيه الحراري ده، يعني عرض حمام الزيت بتاع رغبوري وكارسيل. حبيت اقول لكم للناس اللي حابه تطلب الفتره الجايه ده عرض تحفه، الاثنين مع بعض تخفيض رهيب رهيب رهيب. الشيب بتاع الشعر، عايزه تقللي الشيب بتاع شعرك لازم تشوفي الفيتامين اللي ناقصه في جسمك. في معدن اسمه النحاس وكمان الحديد والمغنيسيوم وكمان بي 12، دول الاساس في ان يرجع اللون لشعرك تاني. في جسمك محتاجه ولا جسمك مش محتاجه؟ اول حاجه لازم تعملي تحاليل. لو انت عامله تحاليل كله تمام، برضه بيطلع لك شعر ابيض، كلي شوكولاته غامقه كتير، كلي اي حاجه فيها بذور. يعني الخضار بتاعنا، انت بتاكليش، واضح انك ما بتاكليش خضار، يعني كلي بسله، كلي فاصوليا، كلي الحاجات دي كتير. ما استعملتوش غير مره واحده، تمام، عشان تعرفوا انا بستعمل منتجات قد كده عشان اقول لكم في الاخر اللي بيجيب نتيجه وبيعالج الشعر. اللي عارف شعري ما كانش كده خالص. انا شعري كان واقف طرزان، عارفين طرزان؟ هايش جدا ومتدمر جدا ووحش جدا. سيل من احلى الحاجات اللي عالجت شعري ورممت شعري بسرعه. طب نشتري ده ولا نشتري ده؟ اللي معاها تشتري ده تجيب ده، واللي معاها تجيب ده، بس دول احسن نوعين يعالجوا الشعر. اوكي، للناس اللي بتصبغ شعرها كتير، بتعمل حراره كتير، او شعرها بايظ لوحده. انت شعرك باظ لوحده، اي كريم ترطيب مش نافع فيه، حاجه مش نافعه. عايزه حاجه ترمم شعرك، انا عندي تجيبي كارسيل احسن من ده. ده الكميه بتاعته مش كبيره وممكن تستعمليه غلط يقلب نتيجه عكسيه. محتاج نظام معين كده، يعني لازم اول حاجه لما تستعملي اوليبليكس، للناس اللي حابه تجيب اوليبليكس يا ستي، ده اوليبليكس 3 المرمم للشعر، تمام. ودلوقتي اقولك بتاع الحراره رقمه كام. اول حاجه بتغسلي شعرك، حاجه عارفين الشامبو اللي فيه سلفات الرخيص اللي بيتباع في كل حته، هيدن شولدرز، الحاجات الرخيصه قوي دي اللي بتقعد ترغي جامد قوي عشان تنضفي الفروه كويس قوي. اول حاجه لازم تستعمليه، والشعرايه تكون نظيفه مش عليها اي دهون عشان هو يجيب نتيجه. كل شهر لازم اصبغ شعري، ما بعرفش، بحب كل شويه اغير لونه، واكيد الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات عارفه. اللي رمم شعري حقيقي ولقيت منه نتيجه سريعه هو كارسيل. احلى حاجه بقى تعملي حمام الزيت لشعرك وتحطي ده. انا عمري ما جربت حمام الزيت وعليه حراره خالص، ما جربتش ولا مره. فطبعا دي لما جات لي هديه هستعملها ان شاء الله بقى هقول لكم. ومبسوطه قوي انها بتاخد شكل الراس، يعني بصوا البتاعه دي ما خدتش بالي منها قبل كده. تعملي كده بتضيقي، بس خدوا بالكم من فضلكم، دي بتسيبيها يعني قبل ما تحطيها على راسك نص ساعه ساعه، تاخد الحراره ليها كذا مستوى، تمام. شوفي كذا مستوى انت عايزاه، ما تحطهاش في شعرك او ما تحطهاش على راسك وهي في الكهرباء، لا قدر الله انت ما تعرفيش دي معموله ازاي، فخدي بالك بس، يعني خليكي في الامان. لا، الاسئله اللي جات لي ان شاء الله في الفيديو التاني هنتكلم برضو على بقيه الاسئله، وهنتكلم على المنتجات اللي انا هشتريها بتاعه ذا اوردينري. مش كل حاجه، انا ما بحبش التونر خالص. انا هجيب المقشر بتاع الازيليك اسيد، هنجرب ده وهنجرب ده وهنجرب ده، وهقول لكم الفتره الجايه لان في حاجات كتير طلعت. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك للفيديو، وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، وهستنى سؤالك تحت. باي.